الحضارة المصرية القديمة تعتبر واحدة من أعظم الحضارات في تاريخ البشرية، لكن المدهش إن لحد وقت قريب كانت معلوماتنا عنها محدودة ومقتصرة على كلام المؤرخين اليونان زي هيرودوت. المعابد الضخمة والآثار العظيمة والنقوش الغريبة اللي بتغطي الجدران كانت كلها بمثابة لغز كبير مش قادرين نفهمه، لحد ما اكتشفنا حاجة غير كل حاجة. حجر واحد بس كان المفتاح اللي فتح باب الحضارة وكشف أسرارها. أهلا بيكم في بسيطة، والحلقة دي هنتكلم عن اكتشاف حجر رشيد وإزاي قدرنا نفك رموزه. بس الأول انزل اعمل لايك واشتراك وما تنساش تصلي على النبي، ويلا نبدأ. في سنة 1798 انطلقت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت، وقدرت الحملة تدخل مصر في فترة قصيرة. بعد سنة من دخول الحملة مصر، وبالتحديد في يوليو سنة 1799، كان في شوية جنود شغالين على تحصين مدينة رشيد. وأثناء عملية التحصين لقى الضابط بيير فرانسو بوشار حجر كبير لونه رمادي مايل للأسود، كان منقوش عليه كتابات غريبة. بوشار استغرب من شكل الحجر والكتابات اللي عليه، وبالفعل ما كدبش خبر، وعلى طول راح مبلغ الحملة عن الحجر ده. وبدأ خبر الحجر ينتشر في العالم كله، ويتعمل منه نسخ مقلدة عشان العلماء يدرسوها ويفكوا رموزه. أول مرحلة في فك رموز الحجر هي إن العلماء عرفوا إن النقوش اللي على الحجر عبارة عن نص واحد بثلاث لغات مختلفة: الهيروغليفية اللي هي لغة الكهنة في مصر القديمة، والديموطيقية اللي هي لغة العامة في مصر القديمة واللي كانوا مجرد رموز ومش مفهومة وقتها، واليونانية واللي كانت لغة لسه موجودة ومعروفة في وقتها، واللي كانت هي الأساس لفهم اللغتين التانيين. عرفنا بعد ترجمة الحجر إنه اتنحت سنة 196 قبل الميلاد، وكان عبارة عن مرسوم من الكهنة تكريما للملك بطليموس الخامس، عشان خفض الضرائب وعفى عن السجناء وقدم الهدايا للمعابد. واتكتب بلغة الكهنة ولغة عامة الشعب ولغة الملك عشان يوصل للكل والكل يقدر يفهمه. في ظل دراسة الحجر، الحملة الفرنسية بدأت تنهار وتنتهي بعد ما انجلترا هزمت فرنسا ووقعوا استسلام الاسكندرية سنة 1801. وكان من الشروط اللي حطها انجلترا لخروج الحملة هي انها تسلم الاثار اللي جمعتها من مصر، واللي من ضمنها طبعا حجر رشيد، بس مش عشان ترجعها لمصر تاني مثلا، لا، عشان تاخدها هي وتوديها بريطانيا. ومن سنة 1802 لحد النهاردة الحجر بيتعرض في المتحف البريطاني. بعد خروج الحملة استمرت محاولات فك رموز الحجر عن طريق النسخ المقلدة، لأن الحجر الأصلي كان في المتحف البريطاني. وعلى عكس اللي الناس فاكرينه إن فك رموز الحجر حصل في يوم وليلة كده، ولكن الحجر اتفكت رموزه على مراحل وسنين كتير. وبعد ما تم ترجمة النص اليوناني بدأت عمليات مقارنة النصوص ببعض. وكان من العلماء اللي بيحاولوا يفكوا رموز الحجر العالم الإنجليزي توماس يونغ، واللي لاحظ إن أسماء الملوك حواليها دواير. وبناء على الاكتشاف ده كمل العالم جان شامبليون عملية الترجمة. شامبليون بدأ يقارن أسماء الملوك اللي حواليها دواير ببعض، وبعد محاولات كتير من المقارنة للنصوص والنقوش اللي على المعابد والبرديات، قدر شامبليون سنة 1822 يفك الرموز، وخرج في خطاب ووضح إن اللغة الهيروغليفية بتتكون من رموز صوتية زي الحروف الأبجدية كده، ورموز تانية لها مدلولات ومعاني معينة، زي مثلا إن الحمامة بتدل على السلام، وده طبعا مجرد مثال يعني. وفي سنة 1824 نشر شامبليون كتابه اللي بيشرح وبيتكلم فيه عن اللغة الهيروغليفية، وأسس علم كامل لدراسة النقوش والآثار اللي ما كانتش مفهومة غير بعد ما لقوا المفتاح اللي هيفك لغزها، وهو علم المصريات. بس كده، بسيطة. اعمل لايك واشتراك واكتب لنا رأيك في التعليقات، وما تنساش تصلي على النبي.